السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نتكلموا على المنتخب الوطني المغربي ونظيره البلجيكي، وشفنا اللقاء الملحمي للمنتخب الوطني المغربي بقيادة وليد الركراكي. انتصار المنتخب الوطني هذا غادي يرجعنا للسكة الصحيحة، واخيرا قدرنا نشوفوا منتخب وطني يقدر ينافس ويمشي للمراكز الامامية من المونديال، عكس ما كنا كنشوفوا قبل. ديما كيكون الهدف ديالنا فقط المشاركة والعودة بعد 3 مباريات. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على تحليل المقابلة وأبرز النقط خلال هذا اللقاء، ونتمنى من الإخوان دعمنا بلايك وكذلك الاشتراك بالقناة والمشاركة الفيديو مع الأصدقاء. نبداو مع تشكيلة المنتخب الوطني المغربي. وليد الركراكي صراحة ما تفلسفش في هذا اللقاء، واعتمد على نفس الأسماء اللي قدمت مقابلة كبيرة ضد الفريق الكرواتي. حراسة المرمى ياسين بونو اللي التغيير ديالو جا في الدقائق الأولى من اللقاء، يعني قبل ما يبدا الماتش فقط حضر النشيد الوطني من بعد تغير، وللأسف أن بونو كان تعرض للدوخة اللي خلاته أنه ما يقدرش يلعب اللقاء وخرج، ودخل مكانه المحمدي. في قلبي الدفاع نايف أكرد ورومان سايس، الجهة اليمنى أشرف حكيمي، الجهة اليسرى نصير مزراوي، وسط الميدان صمام الأمان أمرابط معاه أناحي وكذلك سليم أملاح. في الهجوم على الجهة اليمنى حكيم زياش، على الجهة اليسرى بوفال، ورأس الحربة يوسف النصيري. أما المنتخب البلجيكي فدخل بنهج تكتيكي مختلف، وكذلك المدرب مارتينيز قام ببعض التغييرات على مستوى المراكز والأسماء. أولا شفنا التغيير لكاساني اللي مشى للجهة اليسرى، وكذلك توماس موني هو اللي ولا في الجهة اليمنى، وشفنا توران هازارد اللي دخل مكان كاراسكو بداعي الإصابة، وشفنا أنه دخل لنا أماندو أونانا في وسط الميدان، وهذا الشيء باش يعطي حمايه للوسط ويعطي قوه للدفاع، وخصوصا لا زون 14 اللي كنا تكلمنا عليها في التحليل الفيديو السابق لو رجعتوا ليه. بدايه اللقاء عرفت ضغط قوي من المنتخب البلجيكي على دفاعات المنتخب الوطني المغربي. وليد الركراكي كان مستعد لهذا الشيء، وقام بمقابله ديال العمر، وكان عارف شنو باغي من المقابله، خصوصا في الشوط الاول اللي اعتمد على النهج التكتيكي المعروف عليه اللي هو 4-1. وشفنا امرابط اللي كيقوم بالدور الكبير. امرابط صراحه كان صمام الامان بين الخطين، يعني الخط الاول والخط الثاني كان امرابط واقف تما كسويبر، يعني يمنع الهجمات وكذلك يمنع اي كره اللي كتلعب، بالخصوص ذاك المنطقه 14 اللي حنا تكلمنا عليها في المقابله السابقه اللي غيكون فيها كيفن دي بروين وكذلك ايدين هازارد. وتكلمنا على الخطوره ديال الكرات اللي كتلعب في عمق الملعب واللي كتمشي في اتجاه باتشواي، واللي عن طريقها سجل المنتخب البلجيكي على المنتخب الكندي. جات محاولة في الدقائق الأولى، ولكن منير المحمدي، هذه هي الميزة أنه يكون عندك جوج ديال الحراس كبار، واحد يلعب رسمي والثاني احتياطي، فكيدخل كيقدم بدون تسخينات بلا والو، دخل في الماتش عطى تصدي اللي كنعتبره ان تصدي هو اللي انقذ المباراة وخلانا نشوف المنتخب الوطني متحكم في اللقاء. المدرب وليد الركراكي انتبه لهذه النقطه هذه وخلى قلوب الدفاع ديالنا، يعني رومان سايس وكذلك اكرد كيلعبوا متقاربين، ما كيخليوش واحد المساحات بيناتهم اللي يقدر يتحرك فيها باتشواي او يطلب الكره، خصوصا كنعرفوا القوه ديال ايدين هازارد وكذلك دي بروين في الكرات البينيه اللي كتمشي خطيره، ولكن قدر الدفاع المغربي يوقف ويتصدى لهذه الكرات هذه. اما بالنسبه للمنتخب البلجيكي لعبنا بتوران هازارد على الجهه اليمنى الحكيمي، وقدر انه يوقف خطوره حكيمي لانه كان عارف صعود حكيمي وقوه حكيمي في الانطلاقات، فخلى لنا كاستاني في الدفاع باش لعب بربعه ديال المدافعين، خلى لنا كاستاني واقف في الدفاع ما كيطلعش كظهير ما كيطلعش، وشفنا ان توران هازارد كيبقى لنا الفوق كجناح وما كيرجعش للمساندة الدفاعيه. الدور ديالو كان انه يهاجم فقط ويخلي لنا حكيمي بلوكي، لان الحكيمي لو صعد غادي يخلي خلفه واحد المساحات اللي يقدر يستغلها توران هازارد اللي كان كيمشي عنده الاخ ديالو ايدين هازارد وكيشكلوا جبهه على الجهه اليمنى للمنتخب المغربي. وهذا الشيء علاش شفنا المدرب وليد الركراكي تفضل هذه النقطه وقام بواحد التغيير، لان الاغلبيه ما لاحظتش هذا التغيير هذا لانه قام بتغيير في مراكز اللاعبين. فالماتش اللي فات كان عندنا أناحي هو اللي كيلعب في الجهه اليمنى، في هذه المقابله العكس، شفنا
أناحي مشى عند بوفال للجهة اليسرى، وشفنا سليم أملاح هو اللي جاء للجهة اليمنى باش يعاون كل من أشرف حكيمي، وكذلك العودة المميزة لحكيم زياش اللي كان كيقدم المساعدات الدفاعية الكبيرة في هذا اللقاء، وشفنا أنه كان هو نجم اللقاء لا هجوميا لا دفاعيا. صراحة حكيم زياش تغيير مفاجئ وتغيير كبير في الأداء، ويمكن نعتبر هذه أقوى مقابلة كيلعبها حكيم زياش مع المنتخب المغربي. خلاصة للشوط الأول، وليد ركراكي قدر يقفل اللقاء ويسد على جميع نقاط القوة المنتخب البلجيكي اللي هي الجهة اليسرى للمنتخب البلجيكي، وشفنا كيفاش سدها بأملاح وكذلك حكيمي ومعاهم زياش، وشفنا الدور الكبير اللي كيقوم به أمرابط في لا زون 14 اللي قدر يسد على كل من دي بروين وكذلك إيدين هازارد بالمساعدة مع أناحي اللي كان كيجي الجهة الثانية ويعاون. في الشوط الثاني شفنا التحول الهجومي من المنتخب المغربي. هنا وليد ركراكي بين على النوايا ديالو انه ما كيقلبش على التعادل، وانه فقط كان باغي يخرج الشوط الاول بهذه النتيجه باش الشوط الثاني هو اللي يكون الفرصه انه يهاجم ويقدر يسجل اهداف. وشفنا ان المنتخب المغربي كان خطير على الجهه اليمنى عن طريق حكيمي وكذلك زياش، وشفنا ان بوفال قدر يقدم لقاء ممتاز وكانت خطوره من الناحيه ديالو. هادشي راجع كيف ما تكلمت في الفيديو السابق على تحليل على الفريق البلجيكي، ان الفريق البلجيكي عنده مشكل دفاعي خصوصا على الجهه اليمنى او الجهه اليسرى. المدرب مارتينيز حاول يتدارك الموقف باربع مدافعين، ولكن كتبقى مساحات خلف الدفاع وكذلك قلبي الدفاع اللي عندهم واحد البطء كبير. وشفنا ان المنتخب الوطني لو كانت عنده الجوده والقوه يعني كان عندنا صانع لاعب ممتاز في وسط الميدان، وكان أناحي قدر انه يقدم لقاء كبير كيف ما كان كيقدموا في اللقاءات السابقه قبل المونديال، كنا غنشوفوا خطوره كبيره على المنتخب البلجيكي. ولكن شفنا الخطوره كتجي من الاطراف. وهنا غادي نوقفوا وغادي نعطيو واحد التحيه كبيره للمدرب الوطني وليد ركراكي على الكوتشينغ، يعني باش دخل لنا صابري وكذلك بوخلال ويعطيو الاضافه وهما اللي يكونوا وراء الاهداف اللي تسجلت. نمشيو اولا للتحليل ديال الناس بزاف ما لاحظوش وهي الاهداف. نتكلموا على هدف زياش الملغى وكذلك هدف الصابيري اللي بالمناسبه الفيفا حسباته لرومان لغانم سايس وماشي للصابيري. الهدف الاول جاء على الجهه من الجهه اليمنى اطر تنفيذ ركله حره مباشره. شفنا طريقه التنفيذ نفذها زياش مباشره اتجاه المرمى، ما حاولش يرفعها للرؤوس كيف ما كان كيقوم بالسابق في المباريات السابقه. وهنا كيبان الدور ديال المحللين المغاربه اللي مع المدرب وليد ركراكي. كنظن هذه ماشي صدفه وانما تحليل وعارفين القدرات ديال الحارس كورتوا اللي اكتشفوا ان عنده واحد الثغره، وهي هذه اللي استغلها المنتخب الوطني. كانوا كينفذوا كرات مباشره في اتجاه الحارس في اتجاه المرمى، وكيدخل غانم سايس وكيغطي على الحارس بدون ما يلمس الكره. شفناها المره الاولى اللي تدخل غانم سايس، ولكن للاسف كان في وضعيه تسلل وتلغى الهدف. جات كره مماثله ولكن على الجهه اليسرى نفذها الصابيري بعد ما كان كيتكلم مع حكيم زياش، وحكيم زياش عطاه التوجيهات انه كيفاش ينفذ هذه الكره. نفذها بنفس الطريقه اللي نفذها بها حكيم زياش، ومره اخرى غانم سايس كيمشي قدام كورتوا وكيغلطو. ولو ما كانش غانم سايس اكيد الاهداف بجوج ما كانوش غيتسجلوا، لا التسلل ولا الثانيه ما كانتش غتسجل، لان حارس كورتوا معروف مثل هذه الكرات بالنسبه له سهله، ما كانتش يعني قويه او مركزه. ولكن تدخل ديال غانم سايس اللي كنظن ان هذه قراوها ونفذوها بزاف ديال المرات في التداريب، وكان عارفين ان هذه الخطه هذه غادي تعطي الاكل ديالها. لذلك المنتخب الوطني قدر يسجل الهدف الاول عن طريق غانم سايس بعد تنفيذ كره حره مباشره عن طريق الصابيري. كيف ما قلت المنتخب الوطني اول ما بدا كيهاجم على المنتخب البلجيكي شفنا المساحات كتظهر وكذلك الضعف الدفاعي عند المنتخب البلجيكي، خصوصا للجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى. وغادي ننزل لكم بعض الحالات لانه كان كيلعبوا باربع مدافعين واقفين، فكيكون الظهير يعني بوحده، الظهير كان بوحده كيوقف. لو صعد حكيمي او عطية الله في الشوط الثاني مدخل وكذلك مزراوي اللي تحول للجهه اليمنى كانوا كيصعدوا، كانوا كيشكلوا خطوره مع الجناح المغربي، لان كان عندهم مشكل ان ويتسيل وكذلك اونانا كانوا كيبقاو في
في الوسط الدفاعي كيأمنوا لا زون 14 اللي تكلمت عليها في الفيديو السابق، اللي قلت انها كتشكل خطوره كبيره عليهم، واللي المنتخب الكندي قدر ينفذ 21 تسديده على المرمى بسبب هذه المنطقه هذه، واللي انتبه ليها المنتخب والمدرب مارتينيز وقدر يقفلها. داكشي علاش شفناه دخل اونانا مع ويتسيل كلاعبي ارتكاز، واحد منهم كيلعب ارتكاز والثاني كيلعب بوكس تو بوكس. وبعد ما تلقى المنتخب البلجيكي الهدف شفنا انه بدا كيصعد وبدا كيتخلى على داك الحذر الدفاعي وبدا كيحرر الاظهره، هنا اللي عطات واحد الخطوره كبيره بالخصوصا على الجهه اليسرى، اللي شفنا ان المنتخب الوطني لعب عليها بالخصوصا اعتمد على الطراوه ديال بوخلا اللي كان دخل مكان بوفال، وكذلك عطيه الله اللي كانوا في الجهه اليسرى للمنتخب الوطني، وكانت عندهم يعني الطراوه البدنيه وقدروا يمشيوا بكرات كثيره، وكذلك حمد الله اللي مشى بالكره وقدر ان كورتوا يتصدى للكره، رغم ان حمد الله كان بوحده ما كانتش مسانده هجوميه، وجاه بوخلال ولكن كان متاخر، وزياش كان كذلك متاخر، لذلك سدد الكره وضربت في كورتوا. كذلك جات الكره اللي نفذها الحارس وتعرض ليها حمد الله بالراس ومررها لبوخلال اللي مررها لزياش. شفنا زياش ان في اخر الدقائق اللقاء كيقوم بداك السبرينت ومشى للكره وراوغ وعطى الكره لبوخلال اللي نفذها بطريقه جميله وحطها في 90 للحارس كورتوا، وكتعلن الهدف الثاني للمنتخب الوطني، وبالتالي رسميا المنتخب الوطني كيكون ضمن 3 ديال النقاط خلال هذا اللقاء. وهنا كنفتحوا واحد القوس وكنتكلموا على الناس اللي كانوا كينتقدوا وليد الركراكي على البلوك، انه خصو يقدم البلوك ويدير الضغط العالي ويهاجم الخصوم. شفنا المنتخب الكندي دار الغلط ديالو ضد المنتخب الكرواتي، اللي كلشي كان كيقول ان المنتخب الكرواتي ماشي هو المنتخب الكرواتي اللي كان في النسخه السابقه، وانه ولا ضعيف وما عندوش لاعبين كبار. شفنا المنتخب الكندي سجل هدف في الدقيقه الثانيه وارتكب خطأ كبير انه فتح اللعب للمنتخب الكرواتي، وشفنا انه استقبل 4 اهداف. المنتخب الكرواتي منتخب خطير وقوي، وسط ميدان ديالو مميز وكيستغلوا انصاف الفرص، لذلك طريقة وليد الركراكي في الدفاع وكذلك التحفظ الدفاعي والتحول الهجومي طريقة ناجحة صراحة. 4-1 المنتخب الوطني قدر يخرج بها 2 ديال الكلين شيت مع ضد فرق كبيرة، يعني كنتكلم على المصنف رقم 2 عالميا وكذلك رقم 3، وكذلك وصيف البطل في النسخة السابقة والرقم 3 في النسخة السابقة. فهذا الشيء ماشي سهل انك تخرج ب2 ديال الكلين شيت. وهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا دعمنا بلايك وكذلك الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم في فيديو جديد إن شاء الله.